السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخ من الإخوة أنا أعرف حاله جيدا، أعرفه معرفة شخصية. الأخ ده ربنا عز وجل أعطاه ومكن له وأغناه من وسع. هو كان وضعه قبل كده عادي، يعني كان إنسان فقير ويمكن أقل من الفقير بشوي. جلست معه في جلسة فسألته سؤال، قلت له: يا فلان، ماذا فعلت؟ أنت دخلت في تجارة مثلا أو عملت بيزنس؟ يعني إيه السبب اللي خلى حالك يتغير تماما من الفقر إلى الغنى ومن الضعف إلى القوة؟ إيه اللي حصل؟ قال: السر كله يا مولانا بيكمن في يوم الجمعة. قلت له: إزاي؟ قال: والله أنا في مرة كنت لا أجد ما أكله فعلا، تمن الخبز لا أستطيع أن أتملكه. فخرجت مرة، والكلام ده كان يوم جمعة، خرجت مرة من بيتي مبكرا، يعني كأني هربان من المسؤولية في البيت، وذهبت إلى المسجد لأصلي الظهر، بس اللي هي صلاة الجمعة، بس رحت بدري شوية. قال: فمن قدر الله إن الخطيب جاء وخطب عن فضل يوم الجمعة، وذكر إن من فضل يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله ما يسأل. قال: فوقع في قلبي وقلت: يعني الله عز وجل أعطاني إمكانية تحقيق أحلامي، أعطاني إمكانية تحقيق أهدافي، وأنا ما زلت لا أريد أن أحقق أحلامي. قال: فعاهدت الله وأنا في المسجد ألا أفوت هذه الساعة بإذن الله كل يوم جمعة. قال: فبدأت من الجمعة دي اللي أنا سمعت فيها الخطبة بعد العصر بساعة تقريبا، دخلت توضأت وخرجت، دخلت غرفتي، أغلقت الباب، جلست على المصلى، توجهت إلى القبلة، رفعت يدي إلى الله لحد أذان المغرب. قال: فجلست أدعو الله عز وجل إلى أذان المغرب، والجمعة اللي بعدها، والجمعة اللي بعدها، وأنا عندي يقين إن ربنا حيستجيب لي. قال: فسخر الله لي الأسباب التي وصلتني إلى الغنى والتمكين. يقول: والله يا شيخ، والله ما سألت الله شيئا إلا أعطاني. سألت الله مال بصفة معينة فأعطاني بنفس الصفة. سألت الله أماكن معينة تكون ملكي فأتتني بنفس الصفة. يقول: حتى استحييت من الله، من كتر ما طلبت من ربنا وأعطاني بقيت بتكسف من ربنا عز وجل. يقول: وإلى الآن لا أجلس يوم الجمعة أدعو الله شيئا إلا أتاني. ممكن يتأخر شوية، ممكن يأتي على طول، بس أنا عندي يقين إن حيأتيني ما سألت. يا الله، إنها الجمعة يا سادة، الغنيمة الباردة. اللي عايز النجاة، اللي عايز الستر، اللي عايز الغنى، اللي عايز الشفاء، اللي عايز الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، فعليه بيوم الجمعة، فإنه الغنيمة الباردة.